قد يتساءل البعض أين أتواجد. إننا في درج الفندق بمدينة إفران مع إنسان عجيب وجميل. سيدنا السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم معنا إيكو. مرحبا بك. الله يبارك فيك، شكرا على الاستضافه الدرجيه من الدرجه الاولى. كيفاش بغيتي الانترفيو يدوز في الدروج؟ انا هذه فكره جاتني وبغيت يدوز في الدروج، لان الدروج هما الحياه. اللي ما دارش الدروج ما عمره يكون من الريد-شوسي، يكون زعما الطبق الاول. إيكو، اليوم كنتي في لا سواغي ديال ليفينمون ديال غوتاراك ديال الاخوين، اون سواغي مفرقعه، اون سواغي جا فيها العالم، اون سواغي كلشي خرج ناشط منها. شنو الشعور ديالك وانت درتي الخير اليوم بالليل؟ الناس فرحوا ودخلوا، وبديك الفلوس غادي يحاولوا يعاونوا فقراء ويتامى ومساكين في المغرب. شنو تقدر تقول؟ اول حاجه هو شكرا للجمهور ديال مدينه إفران، والشكر والحمد لله والشكر لله اللي المهنه ديالنا تخلينا نزوروا واحد المدن ونزوروا بلدان ونعرفوا جمهور ما تنعرفوش. ربما هي تنسمعوا على المدينه ولكن ما تنعرفوش الحب ديال واش حنا كاينين في وسط هذيك المدينه. حتى تتوقف في هذيك المدينه تتفاجئ بجمهور تيسلم عليك. حنا تنبغيوك تحس براسك ماشي براني، سواء فين ما مشيتي، وهذا الشيء معروف على المغاربه. فين ما مشيتي خاصه وانت جاي دير واحد الرساله اللي هي الضحك، لان الضحك ماشي شي حاجه سهله. تصور بنادم تيضحكك راه ما غاديش يكون عزيز عليك اكثر من عزيز عليك، لانه هو عنده هدف نبيل. وهذا هو علاش اخترت هذه المهنه هذه، وعلاش حبيت نكمل فيها، لان كلها الحمد لله خير. تضحك الناس، تيكونوا ناس كاعين تضحكهم تتفوج عليهم. وعاود ثاني الخير الثاني ترجع من هذا هو انك تدير العمل الاجتماعي، واحد العمل اللي تحس براسك انك تتسالي سبيكتاكل. الفرحه ديال انك دوزتي داكشي زوين وفرحتي الناس ولبيتي الرغبه لراسك فوق الخشبه ونجحت لك الرغبه ديالتك واستمتعوا معك بها الناس. وثالث حاجه هو ان الفلوس ديالها غادي يمشيو عند واحد الناس حنا ما تنعرفوهمش، غادي يشدوا غادي يشدوا الحوايج ولا يعطيهم الماكله، ولكن بسببك انت، وانت واحد تتساهم في هذا الشيء. هذا الشيء ما شكون انا ولا انت؟ تنظر على الانسان الفنان انك تتساهم في هذا الشيء، حتى انت تتساهم، عندك اجر تتساهم في هذا الشيء. تحس براسك انك تدير شي حاجه كبيره وتلقى فيها راحتك وحتى انت راه فيها. فهمتي كيفاش؟ إيكو، واش ما طاحتلكش الفكره بانك ترشح البرلمان؟ بغيت تعطيني بعدا هذه الفكره، واش بغيتي ترشح البرلمان ولا لا؟ بعدا خاصني طوموبيل كنجيبوها. خاصني طوموبيل ورويضه وسكر. علاش هادشي كله؟ هادشي خاصني انايا وصافي ان شاء الله. بلا واخا نكون في البرلمان، انا قلت لي البرلمان قلت لك خاصني انايا. شنو رايك في حكومه السي عبد الإله بن كيران رئيس الحكومه؟ انا هذا هو المشكل ديالي. انا ماشي سياسي وخصني نقرا السياسه باش نقدر نديرها. لا دابا ما تهربش من السؤال. شنو بان لك في السياسه اللي كينهجها رئيس الحكومه عبد الإله بن كيران؟ ولا نزيدك سؤال اخر، الا كنتي رئيس حكومه المغرب شنو تقد دير؟ اسمع، تقدر دير هذا الشيء انت؟ راه ما نقدر ندير والو حتى لا. الا كنت رئيس حكومه غادي نعرف ما ندير. شنو غادي دير؟ حتى نكون غادي ندير. دابا انا فاش انا كوميديان تنعرف اش ندير. غادي نولي ان شاء الله رئيس الحكومه نقدر ندير. مثلا نقدر نسبغ المغرب كله، نعاود ليه السباغه كامل. فهمتي؟ ندير سكسو في نهار واحد، نرجع موحد كل شيء. ندير داكشي اللي خص، داكشي اللي تيدير رئيس الحكومه نديرو. علاش تضحك؟ فعلا السؤال وجيه. السياسه انا بغيت تقول لي بان السؤال سياسي حد ذاته. هو السياسه راه واحد الحاجه اللي ماشي سهله. خصك تقرا وتقرا عاد تعاود تقرا باش تقرا وتمشي تقرا. ولكن كتشوف الناس اللي قارين وكيديروا ما قارينش وكيديروا السياسه. هذا هو تيبقى الراي ديال كل واحد. فهمتي؟ شحال من واحد ما عندوش سنين وتياكل الحمص. واش غادي تقول؟ ما كل انسان حر في راسو، اللي بغى يهضر في السياسه يهضر. انا عندي موهبه داخليه تندير داكشي اللي انا تنحس به تيحركني في قلبي تنديرو. اذا عمرها ما شافوك شي نهار رئيس حكومه؟ راه تي باينه على عاد بينا نتشاوروا فيها. انا قاري قدو شحال انا ما عنديش. انا كاع انا كاع فقت لقيت راسي رئيس الحكومه ما غادي ندير والو. ما
ماشي اهتمام ديالي، ماشي ما نعرفش ما سميتو. انا تخلقت كوميدي، خصني ندير الكوميديا. فاش غادي نولي رئيس الحكومه خصني، وهادشي علاش ما تندير السياسه، حيت ما تنفهم فيها والو صراحه. انا ماشي تهرب ولا خوف، ما تنفهمش في السياسه. البحث ديالي بوحدو، دوميني بوحدو، هذاك ما نقدرش ندخل للسياسه. الا بغيت ندخل للسياسه وبغيت نكون مثلا كوميديان سياسي، خصني نمشي نقرا على السياسه بزاف باش نقدر نضحك. والسياسه راه ماشي كلشي تيعرف ليها، كاينين ناس خاصين بالسياسه وناس تيتبعوا الاخبار، فهمتي؟ كل الدومين ديالو، بحال كل شي تيبغي يتفرج في الكره، شي تيبغي، شي ما تيبغيش كاع، شي باغي وما بغاش، على حسب الانسان. ايكو والمراه، شنو يقدر يقول لنا ايكو على المراه؟ والمراه اخويا هي واحد الحاجه اللي ولا بد منها في الحياه. المراه شي حاجه اللي زعما تتبدل لها الحروف وتعطيك المعنى. المراه راه وصى عليها الله سبحانه وتعالى وعطاها صوره في القران، ما كاين ما نقول لها انايا. كاينه المراه هي باش نضحكوا، كاينه المراه وكاينه المرقه وكاينه المرصه وكاينه المرحه. كاين اللي مزوج عنده المرصه تتخرج ليه الحيوت والسردين والكافير والكالامار وبقرقوش وكاع داك الشيء، وكاين اللي مزوج عنده المرقه تتوقف معاه فين ما، حيت المرقه لابد ديما، فهمتي؟ تتلقى مسكين كاع المرقه واخا تبات ما تتخسرش، فهمتي؟ وكاين اللي عنده المرحه يدخل الدار تيسمعي فينك درتيك ما كنتيك نقول لك ندمت على النهار اللي فيه، ندمت على. وكاين اللي عنده المراه وكاين اللي عنده المرئي، تيدخل تيشوف كاع الترفيق والدرد ياخذ داكشي، تيشوف المرئي، عنده المرئي والسمعي والبصري. كلمه اخيره الناس اللي كيشوفوا. كلمه اخيره قبل ما نقولها غادي تمد ليا. انا ما غاديش نكذب بانك انت بغيتي وشاءت الاقدار ان اعطيتيني هذه اللعيبه وعجباتك. هذا كادو من عند خويا، هذا هو اللي زوين في الفن، بانه هو جا وعطاني هذه اللعيبه هذه درتها في يديا. انا غادي نهديه حتى انا هاد التيشيرت ديالي ديال الخدمه، هذا ديالي تيلبسوه ليكيب ديالي. تنهديه لك حتى انا، تنتمنى انه يبقى عندك سوفينير من عندي، وحنا تبادلنا لي سوفينير، وهذا هو الفضل سميتو فراسك. راه هذا راه ديال ليكيب ديالي وطلبتو انهم يعطيوه ليا، فهمتي؟ هذا غادي تخلي عندك سوفينير. شكرا بزاف ايكو، حبا فيك وفي اخلاقك الطيبه، وانت انسان تبغي خدمتك. داكشي اللي جلستي معايا في الدروج والله، تهادوا تحبوا، هادشي راه ما فيهش النقاش. بالنسبه كلمه اخيره الناس اللي كيشاهدوك على مجله اوكي. الناس اللي تيشاهدون على مجله اوكي، واش مجله اوكي ولا مجله اوكي ايتها السيده، اللي عنده شي مريض الله فيها الله يرحم لكم الوالدين، راه واخا قلبهم محنين وظريفين، وكذلك الام ديما تنصيو عليها، وتنتمنى لكم ان شاء الله حياه سعيده. انتم كاع اللي مجوج بشي مرا يسمح ليها، واللي مجوجه بشي راجل تسمح ليه لا غلط، حيت الغلط واجب. ياك هادشي اللي تيقولوا الناس على المراه بالفعل، واللي ما بغاتش تسمح دابا نعطيهم النمره ديالي اتصلوا بيا نتسامحوا المسامحه. تنشكر الجمهور ديالي والجمهور ديال جميع الفنانين والجمهور الفني كامل اللي تيبغي الفنانه كاملين. شكرا على تتبعكم لينا، وشكرا على تتبعكم لمجله توكي، شكرا على استضافتك انت الدرجيه من الدرج الاول الى الدرج الاخر. كركب مع الدرج عباد الله. احنا فرحانين بزاف لاننا تلقاو هذه الاجهزه باش نتواصلوا معكم بلا تواصل، والله يجعل كل شيء مبارك ومسعود، والله يكمل عليك بخير، العقوبه ان شاء الله اللي عندكم، الله يسهل عليك دنيا واخره. الا ما صرفتي في الطياره تصفر في الباخره. ميرسي، الله يحفظك. سي مانيفيك، سي مانيفيك، سي مانيفيك. الوغ كان معكم خالد القرطبي مباشرة من درج الفندق بمدينة إثران. إلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.